أعتقد أنه هذه أيضا من نموذج يمكن أن تقدمه تونس، وهو هذا التحالف في ترويكا بين أحزاب علمانية وحزب إسلامي. وهذه التجربة رغم ما رافقها أحيانا من توترات ومن عدم التنسيق ومن عدم التجانس، إلى أنه نجحت في إيصال البلاد إلى الحصول على دستور. لا ننسى اللحظة الرمزية الكبرى في أثناء ختم الدستور. هناك رئيس حكومة ينتمي إلى حركة النهضة الإسلامية، وهناك نصف مرزوق رئيس الجمهورية اللي ينتمي إلى معظم رئيس الجمهورية، وهناك السيد مصطفى بن جعفر رئيس مجلس الوزراء ينتمي إلى حزب علماني آخر هو حزب التكتل والعمل والحريات. أعتقد أن رمزية هذه العملية رمزية كبيرة جدا وعالية جدا، ويسعى للعلمانيين والإسلاميين أن يتفقوا فعلا، أن يتفقوا على الحد الوطني الأدنى، وهذا الحد الوطني الأدنى كافي جدا للتعايش ولضمان تأسيس نظام سياسي قابل للاستمرار ويمثل الجميع أو يمثل أغلب أفراد الشعب أو أغلب الفئات السياسية في الشعب. هذا النموذج من سوء الحظ لم يجد طريقته للتطبيق في بلدان أخرى، لكن من تجربتنا في تونس نرى أنه هذا النموذج لم يكن ممكنا لولا التجربة السابقة في الحوار وفي النقاش وفي التبادل والتواصل بين هذه الأحزاب. الدكتاتورية في تونس فرضت على الأحزاب الإسلامية والعلمانيين أنها تتناقش فيما بينها، تتحاور، وعندما يحصل تحاور يحصل تواصل يحصل تفاهم، ولولا ذلك التفاهم وذلك التواصل لما كانت هناك تجربة التشارك في الحكومة.